فوز آخر وبشق الأنفس وبمستوى لا يليق بفريق بحجم ريال مدريد. إلى متى نشوفوا هذا المستوى السيء من الفريق يا كارلو يا أنشيلوتي؟ الفريق داخل أخطر منعرج في الموسم. عندنا دورتموند نهار 3 في دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة الأسبوع المقبل، والفريق ما زال يقدم في المستويات السيئة، وحتى الآن أنشيلوتي لم يجد الحل. الله يستر فقط إذا لعبنا بنفس المستوى تاع البارح في الكلاسيكو غادي ندو أقل شي 3 ولا 4. بون أنشيلوتي أراد تغيير نمط التشكيل، دخل بتشكيلة 3-4-3 بثلاثي قلوب دفاع، روديغر تشواميني ميليتاو، مع تقديم فران غارسيا ولوكاس فاسكيز كأظهرة هجومية. لكن هنا وقعت مشكلة كبيرة، بدات تظهر الفراغات في ظهر ميليتاو وروديغر. علاه؟ باسكو ما شفناش انسجام بين الثلاثي تشواميني ميليتاو وروديغر، وبسبب عدم الانسجام ظهرت الفراغات في ظهر قلوب الدفاع، وظل هكا الحال الى نهايه الشوط الاول. في بدايه الشوط الثاني كنت متوقع 90% غادي نستقبلوا الهدف. علاه؟ لانه مدريد كي يسجل الهدف جامي شفت مدريد سجل الهدف وعاود بعد الهدف الضغط وحاول يسجل الثاني والثالث، توجور يتراجع للخلف. هذا الشيء مازال ما نفهمش علاه مدريد يسجل الهدف الاول علاه ما يضغطش ويحاول يزيد الهدف الثاني والثالث والرابع، ولكن مدريد يقرر يتراجع للخلف ويستقبل اللاعب. لماذا يا انشيلوتي؟ لماذا في كل مباراة نسجلوا الهدف ونتراجعوا للخلف؟ احنا ريال مدريد ماشي الافيس. وبخطأ مركب بين قلوب الدفاع والظهير الايسر والظهير الايمن اكيد فاسكيز سجل علينا هدف التعادل. روديغر كان يحاول يغطي على غارسيا، وهذا الشيء نعتبره قرار صحيح. بطبيعة الحال قلب الدفاع يغطي على الظهير، ميليتاو غطى الفراغ اللي في ظهر روديغر، ولكن فاسكيز كان متأخر في التغطية، ومنها جاء هدف التعادل لفريق سيلتا فيغو. بون بعد هدف التعادل ما شفناش ردة فعل قوية من ريال مدريد لحين دخول لوكا مودريتش. بعد دخول لوكا مودريتش الريال سيطر في وسط الميدان وبتمريرة خرافية وجبارة من مودريتش إلى فينيسيوس في العمق سجلنا الهدف الثاني. يعني معقول يا انشيلوتي مودريتش عنده 39 عام في كل مباراة يدخل يسلكنا؟ غير طبيعي مودريتش في كل مباراة يسلكنا. السيد راه عنده 39 عام، إلى متى يا انشيلوتي؟ لازم انت تبتكر الحلول، ماشي يدخل واحد عنده 40 عام يبتكر الحلول ويدير كل شيء في خط الوسط ولي مينوتيرا اللي صغار في العمر ما راهمش يديروا الخدمه اللي راه يديرها لوكا مودريتش. فعيب يا انشيلوتي، عيب كبير. مودريتش عنده 40 عام يسلكنا في كل ماتش، عيب. بون بعد ما سجلنا الهدف الثاني مدريد ايضا ما حاولش يضغط ويزيد الهدف الثالث والرابع، تراجع للخلف واستقبل اللاعب. سيلتا فيغو ضغط اكثر وكان فيه شحال من فرصه كان قادر يسجل لولا تألق الحارس كورتوا اللي بالنسبه لي كان رجل اللقاء. كورتوا بالنسبه لي هو رجل المباراه وليس كيليان مبابي. كيليان مبابي فقط سجل الهدف، ولكن كورتوا تصدى شحال من كره خطيره كانت غادي تكون هدف وكانت غادي تكون كارثه على ريال مدريد. المباراة هذه تطرح العديد من علامات الاستفهام، منها سوء توظيف بيلي في الجناح الأيمن. متى بيلي كان جناح أيمن؟ متى يا أنشيلوتي؟ متى بيلينغهام كان جناح أيمن؟ عدم الانسجام بين قلوب الدفاع، التشكيل اللي دخل به في بداية الشوط الأول وزيد في المؤتمر الصحفي قال لهم غلط كيما فهمت اللاعبين الأسلوب الجديد. سما أنت مدرب ولا طبيب ولا شاولا؟ كيفاش ما فهمتش اللاعبين اسلوب اللعب؟ سما انت ماراكش مدرب تاع ريال مدريد. بالنسبه ليا كي ما تفهمش اللاعبين شاو الاسلوب الجديد وش ديروا فوق ارضيه الملعب ماشي مدرب انت، ماشي مدرب يا انشيلوتي. بو مباراه سيئه بالنسبه ليا مالغري الريال فاز في المباراه، ولكن بالنسبه لي تعتبر مباراه سيئه وباداء سيء وضعيف. نتمنوا في قادم المباريات يتحسن الاداء، مع انه رانا في كل مباراة نقولوا المباراة الماضية يتحسن، المباراة القادمة يتحسن الأداء في كل مباراة. كل مباراة نقول بالك مدريد الماتش الجاي يلعب غاية والأداء تاعه يتحسن ويسيطر، ولكن في كل مباراة نلعبها نفس الأداء ونفس الأخطاء ونفس القرارات الغبية من أنشيلوتي. فإلى متى يا أنشيلوتي؟ وهذا كان التحليل تاعنا تاع مباراة الأمس تاع ريال مدريد ضد سيلتا فيغو. نتمنى تدعموني في القناة باللايك والاشتراك
ونتلاقوا هاد اليامات في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.